عمرها 27 سنة، تحب لها واحد عمره 54 سنة. البنية سنية والولد شيعي. الله. فتقول لي انت قيس، يعني هذا سني وهذا شيعي وبذيك الظروف. نعم. وفارق عمر وفارق السن كل شيء. وفارق السن. نعم. تقول انا على ما رهمت الحكي ناشفه رياقي، تعبت حيل تعبت. تقول فرحانين بالخطبه وش وقت نتزوج، وبهالاثناء هاي دخل داعش. تطوع للحشد الولد. نعم. تطوع للحشد. من تطوع للحشد تقول تصير هجومات وتعرضات على القرى مالتنا. دخل معركة قالوا له تصوب، رحت له لقيته يجالع بين يدي ويقول لا تعوفيني. الله. تقول توفى بين يدي. فتقول ما قدروا يوصلونه للنجف. وين دفنوه؟ دفنوه بالمقابر القريبة عليهم. فتقول أنا أقعد الصبح أباوع أشوف ذاك القبر ماله. تقول يومية أروح عليه أوقف على قبره ما أقدر أحاكيه ولا تطلع حكاية من عندي، أبكي دمع وارجع. تقول بحيث وصلت بي الحالة تمنيت دعيت رب العالمين بأن يأخذ عمره ويصير قبره بصف قبره. الله. وبكرار كملت القصيدة وهاي وعلى حسب الأصول. قلت لها أنا كمل لك القصيدة. كملت القصيدة وعلى حسب الأصول ومتانيها تفتح فيس ودزلها القصيدة. وإذا شخص داخل علي مع الأسف ماتت وما سمعت القصيدة. الله. أبويا شلون ماتت؟ قال ماتت حزن على خطيبها. ايش قد وفيه؟ حيل وفيه. قلت له أبويا أنت بعد منين الله جابك لي على هالسالفة هاي؟ أنا هاي القصيدة ومكان ما تقراها هي على القبر ماله، أريدك تقراها على القبور مالتهم اثنينهم. سن. فالقصيدة تقول الولد اسمه علي بالمناسبة. سن. علي ما ظل دمع حتى اقدر ابكيك، عليك من الدمع وشلت العيون. الله. رحت من بوقت محتاجتك ماي، شطف فيني وغيابك بيا كانون. الله.